حبايبي الزملكاوية، مساء الفل على الكل. أنا هتكلم بس في حوار قفشة. بس قبل ما أتكلم في حوار قفشة اللي عمله مع إبراهيم فايق العظيم، اللي هو مش بالسن، بالثقافة والثقة في النفس. بس أنا هتكلم دلوقتي علشان الزملكاوية وكرة الصالات. بص، أنا قلت لكم قبل كده المرحلة اللي جاية دي في مجلس الإدارة، الباقيين السنين دي كلها اللي جاية، أنت انسى كرة الصالات. كان في وقت من الأوقات أنت سابق أفريقيا كنت 9 وغيرك 7، وبعدين مع بقى المشاكل مع النادي الآخر تخطاك، سواء بقى بدون حق من وجه حق، وخدها برضو وهو ملوش حق. فالمرة دي هم عايزين بقى يتخطوك في كرة الصالات عشان لقب ملوك الصالات والأغاني باسم الصالات دي تنتهي. فلما هيعدوا بطولاتك هترجع انت تاخد بطولات. يعني حالة يرثى لها. واللي هيقول لك اصل يا جماعة ما تستعجلوش، ده المجلس بقاله 7 شهور واصله جه على مشاكل، لا، ما حدش قلت لكم قبل كده مجلس جه لا اللي قبله مديله ارض خصبة و و و و و و وانا سمعت حوار للرئيس الحالي بيقول، واحد بيقول يعني نديك سنة مهلة لما تمسك، قال له سنة ايه؟ ده لو 6 شهور كمان، ما انا عارف كل المشاكل. فبالنبي بلاش بس تقعدوا تخدروا الناس تقول لك اصل ده لسه ماسك، اصل عم ده ملهاش دعوة. ملهاش دعوة. يعني انت بقى عايز تقول لنا مش قبل سنة، سنة ونص، انسى بطولات في كل الألعاب، انسى أي حاجة، وادوهم مهلة يقعدوا لما تحل المشاكل؟ ده كلام أنا مرضاش بيه كجمهور. هكلمك بقى على موضوع قفشة. قفشة طلع أولا هو لاعب محترم وأنا بحبه جدا، وكمان لما في حوار شيكابالا وبعت مسج لشيكابالا، ومصطفى شوبير بعت، وحسين الشحات نفسه بعت أنا حسيت إن الناس دي فعلا الواحد ما يحكمش من جوه الملعب ايه، لكن هم كاشخاص حسيت ان هم ناس محترمه ومثقفه، مش عايزين تعصب، مش عايزين فتنه. فشوف انت الحوار وقفشه بيتكلم. اولا هو بيتكلم مع مذيع مثقف محترم، مش بيدور على ترند، مش بيدور على انه بص يا عم احنا النهارده الترند، او بص بقى ده انا. يعني ده لو كان قاعد مع حد تاني زي اللي اختار يقابل ضيف بعد شيكابالا بيوم او يومين عشان يقعد يتريق وهو يضحك ويبص له، حتى ما يقطعوش، ما يقولوش انا معترض، ما يقولوش انا كذا، لا. يعني ابراهيم فايق لما حس ان قفشه خرج بره السرب هيبتدي يحصل له، لانه عارف العقليات اللي هتسمعه وهتحكم عليه، وانا هقول لكم عملوا ايه. هيحصل مشاكل. طلع فاصل والكلام اتغير تماما لما رجع. تماما. هنا انا اقدر اقول ان الاعلامي ده مش فارق معاه انه يبقى طلع بتصريحات وطلع باخبار، وبصوا بقى ابراهيم فايق عارف ازاي يجر، وبصوا الناس بقى بتشير. لا، ما فرقش مع ده. وهو قال له انت لو كنت مع اعلامي تاني شرير انت كان زمانك دلوقتي في مشاكل. لان الواد بيتكلم بتلقائيه وبيتكلم بكل حاجه، وانا فهمت وكلنا فهمنا هو يقصد مين. هو راجل بينتقد الكلام الصح. انت النهارده بتختار مان اوف ذا ماتش على اساس ايه؟ هو لازم يكون هو اللي جاب الهدف، ولا على اساس ان اللاعب اللي عمل اسيست وان هو كان بيأدي في الملعب كويس فعلشان كده هو خد مان اوف ذا ماتش؟ بالظبط كده. لكن هو بيتكلم فابتدى يحس انه كلامه موجه، انه بيقول على مين وصدوها اللاعب عشان اللاعب ده راكب. وايوه، هي دلوقتي ماشيه باللي راكب والترند، بدليل ان ابو توكا لا ثقافه ولا رياضه ولا بيتكلم ولا بيقول اي حاجه في الدنيا، ولا تطلع بمعلومه كرويه منه. هو الناس كلها علشان خاطر الناس والجماهير الاحمر بتحب شتيمه ويقدر يشتم في الزمالك، هوب بقى ترند. يطلع واحد مش عارف يقول كلمتين على بعض زي فيشه ده الهارب، ما واحد فيهم هارب واحد خان. الهارب ده طلع قاعد يقول لك اي كلام في اي بتنجان، وطلع له فيديوهات. يا جماعه انا زملكاوي، انا من صغري زملك، انا ابا عن جد، انا ابن الزمالك، انا بحب الزمالك ده، وده ابويا، ومستشار مرتضى ده ابويا، وده قدوتي، وكان بيقول لي يا بابا. يطلع يقوم غلط في الزمالك و هو ده اللي بقى ترند والناس عاجبينه. اللي انا بقى مستغرباه ان جمهور المنافس طالع يهاجم. لو اقول لكم الصفحات مش عارفه ايه كده، ايه 1907 مش عارفه ايه ماجيكان وايه، طالعين كاتبين بوستات هجوم وغلط في قفشه
انا مهما اوصف لكم مش يا ابني، ما هو ده عيب الواحد لما يستضيف واحد من الريف. وبعدين انت بتقول انت كل كلامك موجه عشان امام، وبتقول ده لاعب جديد طبعا هو حكى ان في مشكله في الملعب، فهو لما اتدخل اللاعب ده لسه جاي بس عشان راكب الترند كلمني بطريقه وحشه. طبعا كلنا عارفين هو مين. انت بتقول قفشه ريفي، ده على اساس ان اللي شتمكوا وسبكوا جاي منين؟ حضرتك كان محترف يعني، كان فين طيب حضرتك؟ هو ايه، كان من القاهراوي ولا كان ساكن في مدينتي؟ ولا كلنا واحد؟ ايه ريفي دي؟ هي ريفي دي سبه؟ هي الريفي دي سبه عشان تقولوا له اصل انت من الارياف؟ لكن واصل اللي جه من كام شهر اثبت وجوده. هو مين ده اللي اثبت وجوده؟ هو مين اللي اثبت وجوده؟ هو امام ده اثبت وجوده عندكم باماره ايه؟ عمل ايه؟ يعني عمل ايه؟ بطولات؟ لا، البطولات تقف على كل. اولا كرة القدم لعبة جماعية. يعني انا ما اقدرش اقول اصل احنا الزمالك كسب عشان زيزو، او الزمالك كسب عشان المسلوسي، او الزمالك كسب عشان عمر جابر. لا، فريق الزمالك كسب. فانت بتهين لاعب قعدت سنين تقول له القاضيه ومش القاضيه وانت ومش انت، عشان واحد جاي لكم كام يوم بس عشان بيقعد يشتم وبعدين تعالوا هنا. هو منتخب مصر، هو انا اسفه يعني، انا عارف المنتخب بيبقى فيه ظبط وربط ومفيش تليفونات ومفيش مكالمات ومفيش حد بيعمل كذا ومفيش حد بينزل من المعسكر. لما لاعب قاعد في المعسكر بيبعت مسج لصاحبه عشان يطلع يقول له ايه ده، بص اصل هو قال له الفانيلا اللي انتوا سمعتوها دي، بيكلموا بعت له بعد ما خلص الحلقه بيتكلموا فيديو كول وبيعملوا الاثنين كده. ده كل ده وانت في المعسكر؟ ده انا بالصدفه قلبت في نفس الوقت على برنامج لهاني حتحوت، لقيت صحفي انا ما اعرفوش، مع احترامي انا مش تخلين منه، فبيقول له انا اهو لسه امام بعد بيقولني انه لما حصل كذا كذا وقال شيكابالا كذا وعامل لي. هو انت يا ابني قاعد في المعسكر بتشاهد كل البرامج ولا اصحابك ومعارفك بيكلموا؟ لا خد بالك ده هتحط بيتكلموا عنك فابعت للصحفي، واصل مش عارفه فيشه قاعد في الاستوديو ابعت لصاحبك. هو انت في معسكر ولا قاعد بتبص وبتتابع وبترد وفيديو كل ده؟ معسكر ايه ده؟ وبعدين تقولي اصل ده قدوه واصل ده لاعب واصل يا قفشه انت غيران منه عشان هو اثبت وجوده. اثبت وجوده ايه يا ابني؟ ده سالك قال لك انت لابس احمر في احمر، ده شتم وسب وزملكاوي وكل فيديوهاته انا زمالك. عارف مش عيب ان يبقى زملكاوي او انتماء زملكاوي بيلعب عندك، وارد احتراف، لكنه يشتمك ويسبك وطالع بتدافع عنه على حساب لاعب عمل لك تاريخ وخد معاك بطولات وكسب انتوا ازاي كده؟ سولية طلع يقول شيكابالا من الاساطير، قفشه بعت، مصطفى شوبير بعت، مفيش لعيب في اي نادي لما اتكلم بكل احترام. الناس دي كلها مش فاهمه، والاتنين الزعازيع بتوعكم هم اللي فاهمين ومعاهم ابو توكا هم دول قدوتكم. هو انتوا عايزين الفتنه تستمر؟ انا اولا انا بس اللي ريحني ان شفت صفحات كتير جدا على تيك توك بتهاجم فيشه وبتقول له عيب اللي انت طالع بتقول. هو انت ما شفت له تصريح احبسوني بدل الشحات؟ هو انت يا ابني بتشتغل ايه اليومين دول؟ هو انت عايز تبقى ترند عشان الناس مش شايفاك في الملعب؟ مش شايفاك في الملعب فانت بتحاول تاخد يعني لقطه في حاجه تانية. انا بدافع النهارده على امام، انا بدافع النهارده على الشحات، انا النهارده بقول فلان ما تجيبش سيرته. ايه يا ابني؟ ايه يا ابني ده؟ انت عامل زي الست الخطبه اللي بتقعد تنقي عريس عايزه عروسه شكلها ايه؟ حاضر يا حبيبي. وانت عايزه عريس شكله؟ حاضر يا حبيبتي. ايه ده؟ ايه المهزله دي؟ انتوا ازاي بتهاجموا قفشه على لاعب ما صنع؟ ده يا جماعه ده شتمكم، يا جماعه ده اهانكم. اي مين بتهاجموا الولد عشان بيتكلم بصراحه اختيار منزل في الماتش ازاي انه حصل مشكله؟ طبعا انتوا لا، احنا النادي اللي ما بيحصلش فيه خناقات في الملعب ولا مشاكل بين لعيبه ولا زعيق. احنا بنطير في الملعب بجناحات كده، ومن كتر الملايكه اللي بتبقى في وسط الملعب والنادي واوضه اللبس بنبقى مش عارفين نمشي، بنعدي كده نقول له النبي بس جناحك شويه كده عشان احنا النادي لا يخطأ ولا ينهزم ولا حد بيجيب اسراره من جوه ولا حد. يا عم بس يا عم والنبي بقى ريحوا دماغنا بقى. انا نفسي افهم انتوا بتشربوا ايه؟ انتوا بتاكلوا ايه؟ انتوا ازاي عقليتكم؟ ده انتوا بتدافعوا عن الألم وسب الدين اللي حسين الشحات عمله. انا بذهل. هو انت حبيبي لما هتقف قدام ربنا هتقول له ايه؟ اصل انا معلش ما دافعتش عن دينك لان انا اصل كان انتمائي اقوى. انتوا لا يعني انا المرحله دي مذهوله من اللي بشوفه وبسمعه. انا عايزه اقول لقفشه انت لاعب محترم، انت لاعب عارف يعني ايه كوره ويعني ايه فن ويعني ايه لعب، ولما اتكلمت على سجيتك وبجد يا ابراهيم يا فايق انت مذيع، انت اعلامي.
لانه لما قعدت معاه وحسيت انت خفت على اللاعب لانك عارف العقليات اللي بتشوف ده. فشابولي كنتوا الاثنين، الجمهور الاحمر، انتوا لايق عليكم قوي 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 الثلاث اشخاص: فيشه، الكذاب الخاين، ابو توكه. زمالك